الأب ده خرج من بيته في عز البرد وراح لابنه البيت. الابن مجرد ما شاف والده اتفاجئ. قال له: يا بابا خرجت ليه في البرد ده؟ لو كنت عاوز حاجة كنت قولي وانا اجيلك. قال له: يا ابني انا اضطريت ان اخرج، انا استلفت مبلغ علشان اجيب علاج لوالدتك ومحتاج فلوس ضروري علشان اسد الدين اللي عليا بكره. فابنه قال له: حالا هجيب لك الفلوس. قال له: لا يا ابني، المبلغ ده هيتقسم عليك انت واخواتك، انت واخوك واختك كل واحد هيدفع مبلغ. دخل جاب له 3000. فالاب اخد الفلوس. فالاب خرج من البيت، راح لابنه التاني طلب منه فلوس وحكى له نفس القصه. فالابن قال له: في الحقيقه انا ما معيش فلوس دلوقتي، سيبني يومين كده اتصرف لك في مبلغ. ومشي الاب من غير ما ياخد منه حاجه، وراح للبنت وحكى للبنت نفس القصه. فالبنت قالت له: اخويا التاني اداك فلوس؟ قال لها: لا، بعد يومين. قالت له: لما يبقى يديك فلوس ابقى انا اديلك فلوس. ومشي من البيت زعلان، وماشي في الشارع قابل ابنه ومرات ابنه، حكى لهم اللي حصل. قالوا له: ما تشغلش بالك. فالابن اخد والده ورجع على بيته. هنا طلب من والده ان يجيب حاجته ويجيب والدته ويجوا يعيشوا معاهم في البيت. في نفس الوقت مراته جابت باقي المبلغ اللي عليهم وقالت له: ادفع المبلغ اللي عليك وما تشيلش الهم. فرد الابن وقال له: طلباتكم كلها مجابة وما تشيلش الهم طول ما احنا عايشين. ابن ده اكيد ربنا هيكرمه في حياته زي ما اكرم والده ووالدته. وبالوالدين احسانا. صلوا على النبي في التعليقات.